السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس الإكسل. هنتدرب في الفيديو ده على تطبيق عملي على إجراء العمليات الحسابية في الإكسل. فمثلا لو أنا عندي محل ما عنده مجموعة من الموديلات في كذا فرع، وهو في خلال مثلا شهر ديسمبر سنة 2022 عاوز يحسب هو باع من كل موديل عدد قد إيه. فمثلا هنا في الإجمالي لو عملت يساوي واخترت أول واحدة مع تاني واحدة، مصر الجديدة مثلا مع مدينة نصر مع أكتوبر، طبعا احنا بنكتب البلس من الكيبورد، وبعد كده ضغطنا انتر هنلاقي الرقم طلع معانا. لو جينا الخاصية اللي احنا اتفقنا مع بعض عليها اللي هي باجي على جنب لحد ما في كورنر كده من الخلية لحد ما بيظهر معايا شكل الزائد، وبسحب من الماوس بنلاقيه طبق معايا الإيكويجن أو المعادلة في كل الكولوم. لو جينا هنا عشان نجيب مجموعهم بنلاقي عندنا هنا في أوتو سم لو اخترتها هيحددهم لي كلهم، فبقدر أجيب مجموع عموما الموديلات كلها اللي أنا بعتها خلال الشهر ده قد إيه. طبعا واحدة واحدة في الإكسل هنعرف إن إحنا مش لازم أعمل زائد 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 ببساطة شديدة. لو جينا دلتنا دول وجينا عند أول واحدة وقفنا واخترنا الأوتو سم، هو الأوتو سم دي وظيفتها إن هي بتجمع معايا سواء رو صف أو كولوم عمود، فلو ضغطنا عليها كده هي هتحددهم لوحدها. وجيت ضغطت انتر، لو جيت عملت أوتو سم تاني برضو نفس الكلام. خلاص هو بعد كده بقى دلوقتي لما اجي اعمل اوتو سم هنلاقيه اختار الكولوم، فاحنا بقى علشان نختار الصف اللي احنا عايزينه، يعني انا لو عملت اوتو سم ولقيته اختار حاجه تانية ببساطه شديده بروح في المكان اللي انا عاوز اختاره واضغط بالماوس وافضل اسحب ما اشيلش ايدي من على الماوس لحد ما احدد الحاجات اللي انا عايزه اعمل لها اوتو سم، وهكذا. واجي برضو بنفس الطريقه في الاوتو فيل واسحب، وهو كده كده علمها. فكده اول تطبيق بسيط قوي على العمليات الحسابيه. لو جينا بصينا في الشيت ده عندي مجموعة من الموديلات وعندي عددها اللي اتباع خلال مدة ما، ومديني السعر بتاع البيع قبل الضريبة، ومديني ان انا في ضريبة 14%، وبيقول لي احسب اجمالي المبيعات كام. ببساطة شديدة اول حاجة هنا موجودة بالنسبة لي الضريبة، عاوز اجيب الضريبة كام. فباجي في العمود او الكولوم بتاع الضريبة هنقف هنعمل يساوي، وهنيجي هنقول أنا عندي السعر قبل الضريبة مثلا 900، هضغط عليه وبعد كده علشان أجيب سعر الضريبة كام هضرب فيه وهعمل 14%، وعملنا انتر هيطلع لي قيمة الضريبة قد ايه. بنيجي في الكورنر عند الخلية زي ما اتفقنا والأوتو فيل نسحب معانا لحد ما نوصل للخلية الأخرانية اللي أنا عاوز أعمل فيها العملية اللي احنا لسه عاملينها عملية الضرب عشان أقدر أجيب قيمة ضريبة كل سعر ايه. فكده جبنا قيمة الضريبة. طب السعر شامل الضريبة يعني إيه؟ يعني السعر زائد سعر الضريبة، فهنستخدم هنا الجمع. لو وقفنا هنا وعملنا يساوي وهنختار الخلية اللي هي بتاعت الضريبة زائد الخلية اللي هي بتاعت سعر البيع قبل الضريبة، طلع لي مثلا هنا كان السعر قبل الضريبة 900 بعد الضريبة بقى 1026. علشان أعمل اللي أنا عملته للباقي بقف هنا أول ما شكل الماوس بيبقى علامة الزائد وأسحب معانا كده، يبقى أنا جبت خلاص السعر شامل الضريبة. عشان أجيب المبيعات بقى بتاعتنا هنضرب السعر اللي احنا لسه جايبينه شامل الضريبة في العدد بتاع كل موديل أنا بعت منه قد إيه. بجيبها إزاي؟ عن طريق إن أنا بقف في الخلية هنا هنقول هيساوي، هنجيب العدد اللي هو هضغط عليه وبعد كده هضرب في السعر بتاعه، يبقى أنا أضغط انتر بعد كده يبقى أنا عرفت قد إيه أنا بعت من الموديل ده بقيمة قد كذا.
بنفس الطريقة لو جينا هنا لحد ما تبقى الزائد وأختارها وأسحب، يبقى أنا عرفت أنا عملت مبيعات بقد كام. لو جينا إجمالي المبيعات هنا وعملنا auto sum عشان يجمّع، بس أهم حاجة أتأكد إن هو مختار كل الخلايا اللي أنا عاوزها معايا، وباضغط enter بنلاقي طلع المجموع كده. طيب أنا كنت عارف إن أنا صارف إجمالي مصاريفي كانت 12.000.000. هل أقدر أجيب الربح بتاعي قد إيه؟ هنقول هيساوي طبعًا ده المبيعات ناقص المصاريف بتاعتي سواء شاملة direct أو indirect، تكاليف مباشرة أو غير مباشرة، وهنضغط enter. طلع معايا الربح اللي أنا حققته بالفترة دي هو 1.105. طب أنا دلوقتي عاوز أعرف نسبته إيه من المبيعات، فلو قُلنا هيساوي الرقم ده، عايزة أعرف نسبته إيه، أو ممكن نجيبها برضه من المصاريف، يعني أنا صرفت 12.000.000، أنا جِبت منهم قد كام؟ فنقول لو ضربنا في 100 وقسمناه على الرقم اللي هو 12.000.000 طلع معايا 9%. أو بطريقة تانية كنت ممكن أقول هيساوي الرقم ده اللي هو ال1.154.802 هنقسمه على ال12.000.000 ونحوّل ده لنسبة مئوية عن طريق هنا باضغط النسبة المئوية دي، فطلع لي 10%. لو عاوز إن أنا يبقى في أكتر من رقم عن طريق هنا باكبّر بعد العلامة العشرية، كل ضغطة معانا بتزوّد رقم، هنا بيقلل، يعني أنا هنا مثلًا أنا عاوزها بس 2 يبقى أضغط هنا هيقلل، إنما هنا هيكبّر رقم، كل ضغطة برقم. فكده تقريبًا أنا بالنسبة للمصاريف أنا حققت 9.6%. فببساطة شديدة ده الإكسل في الإجراء العمليات الحسابية البسيطة. طبعًا إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هناخد بعض المعادلات وبعض الformulas اللي هتسهّل علينا أكتر وأكتر، بس دي كانت حاجة مبدئيًا ومدخل للمعادلات في الإكسل. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واستنونا إن شاء الله في الفيديو اللي جاي.